لو حضرتك عندك راوتر موديل H188A خاص بشركة اورنج فودافون اتصالات فهيكون الشرح ليك بإذن الله. تمام، هنتعلم بقى يا شباب ازاي نقدر نعمل اخفاء لشبكة الواي فاي ونغير باسورد شبكة الواي فاي ونغير اسم شبكة الواي فاي ونختار حماية ونعمل اخفاء لكلمة اورنج من على اسم شبكة الواي فاي. طبعا كلمة اورنج دي عاملة ازعاج لناس كتير لما بتظهر عندهم في اسم شبكة الواي فاي، ولكن احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنخليك تعمل اخفاء لكلمة اورنج من على اسم شبكة الواي فاي. تمام، اول حاجة تفتح المتصفح بتاعك كده سواء من على الكمبيوتر او من على الموبايل، فهي نفس الخطوات. ده اللي انا عايز اوصله لك، يعني معاك موبايل معاك كمبيوتر هي نفس الخطوات. تمام، اول حاجه تفتح المتصفح بتاعك. انا فاتحه اهوت من خلال جهاز الكمبيوتر، انت لو موبايل افتحه من خلال جهاز الموبايل اللي معاك. وبعد كده نيجي هنا في البحث نكتب 192.168.1.1 واقول انتر. تمام، صفحه الراوتر هتفتح معايا بالشكل ده. هنا بيقول لك ويلكم تو H188A. تمام، هنا بيطلب مني يوزر نيم وباسورد. اليوزر نيم والباسورد هتلاقيهم في ظهر الراوتر. امسك الراوتر بتاعك واقلبه كده في الظهر، هتلاقي حاجه اسمها يوزر نيم والباسورد. تمام، هنبدا نكتب اليوزر نيم والباسورد اللي في ظهر الراوتر ونرجع لكم تاني. بعد ما كتبناهم يا شباب كل اللي علينا هنبدأ نضغط على لوج ان. ممتاز جدا يا شباب، فتح معايا الراوتر بالشكل ده كده. اول حاجه يا شباب هنيجي عند لوكال نتورك، الاختيار ده لوكال نتورك هنضغط عليه. بعد كده نختار على حاجه اسمها دبليو لان هنضغط عليها. بعد كده نختار على حاجه اسمها دبليو لان SSID كونفيجريشن هنضغط عليها. ممتاز جدا يا شباب، طبعا هو فتح معانا الراوتر واخد على طول SSID 1 مفعل الشبكه بتاعتها. لو ضغطنا عليها كده هتلاقي طبعا SSID نيم ده اسم الشبكه. هنا هتلاقي اورنج داش احمد كده، الكلمه المزعجه بتاع اورنج هيظهر معايا. طيب انا عايز بقى اعمل اخفاء لكلمه اورنج. عشان تعمل اخفاء لكلمه اورنج اول حاجه تروح راجع كده عشان نعمل اخفاء لكلمه اورنج يا شباب. تمام، هنبدا نضغط على SSID 1 ونعمل لها اوف. بكده احنا قفلنا الشبكه SSID 1 اللي من خلالها او عليها كلمه اورنج في اسم الشبكه. تمام كده احنا خفيناها. تمام، بالبلدي كده احنا عملنا اخفاء لكلمه اورنج من على اسم شبكه الواي فاي. تمام، في حد يقول لي طب ازاي ما انت عملت اوف؟ ده انت كده قفلت الشبكه خالص. ما انا قفلت الشبكه لان مش عايز الشبكه بتاع رقم 1 ديت لان بيظهر فيها كلمه اورنج، فانا عايز شبكه ثانيه ما يكونش بيظهر فيها كلمه اورنج. تمام، انا ممكن قدامي بقى SSID 2 SSID 3 SSID 4. تمام، انا بالنسبه لي ممكن اجي اختار على SSID 3 احدد عليها قلنا كده كده انا فعلت شبكه رقم 3. تمام، انت عايز تفعل 2 عايز تفعل 4 عايز تفعل 3 فمفيش اي مشكله. تمام، هنبدا نضغط عليها بالشكل ده كده. تمام، ظهرت معايا الشبكه. هنا هتلاقي SSID نيم اسم الشبكه بس. تمام، طيب انا دلوقتي بقى عايز اغير اسم شبكه الواي فاي. كده احنا عملنا اخفاء لكلمه اورنج من على اسم الشبكه، عملنا اخفاء لكلمه اورنج من على اسم الشبكه. تمام، طيب انا بقى عايز اغير اسم الشبكه. ممكن اخليها مثلا وليكن احمد. تمام، انا كده غيرت اسم الشبكه بتاع الواي فاي. تمام، طيب انصحك بقى لو عايز تعمل اخفاء للشبكه فخليها حرف او حرفين تكون سهله ليك. طيب انا دلوقتي عشان هعمل اخفاء لشبكه الواي فاي بالنسبه لي انا شخصيا، فانا مش عايز اخلي كلمه احمد، مش هقعد اكتب احمد بتاع حوالي 5 حروف، لا انا اخليها حرف او حرفين، ممكن اخليها حرف واحد. تمام، فانا كده خليت الشبكه بتاعتي اسمها ايه، يعني لما يظهر كده على الموبايل هتظهر شبكه اسم ايه او حرف ايه. تمام، كده هتظهر معايا بالحرف ده اللي هو حرف الاي. تمام، طيب انا عايز بقى اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي. عشان اعمل اخفاء لشبكه الواي فاي هنزل على حاجه اسمها SSID هايد. SSID هايد دي احدد عليها اون بالشكل كده. مجرد ان انا حددت عليها اون فانا كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي، فكده شبكه الواي فاي اختفت خالص. فانا بالظبط كده عملت اخفاء لشبكه الواي فاي. تمام، بعد ما عملت اخفاء لشبكه الواي فاي هبدأ انزل على الخيار اللي بعد كده واختار اخر خيار بحيث انه يقدر يعمل لي حماية ويقدر يشغل تليفونات قديمة مع تليفونات جديدة. تمام، هنا هاجي على اخر حاجة وهو الباسورد. انا ممكن اجي اكتب مثلا وليكن اي حاجة. طيب كتبت اي حاجة فانا مش عارف كتبت حرف ناقص حرف زيادة
فانا خايف اعمل حفظ للشبكه، اجي افتح ما ترضاش تفتح معايا. الحل ايه؟ انا عايز اشوف الباسورد اللي انا كتبته، فهتيجي هنا تضغط على المربع ده اسمه شو باسورد، هنضغط عليه بالشكل ده كده، هتلاقيه ظهر معاك بالشكل ده. تمام، فانت كده عرفت انت كتبت ايه. طيب انا بقى عايز اكتب باسورد قوي ويكون سهل، عفوا يكون صعب الاختراق. تمام، فكل اللي عليه ممكن اجي اكتب مثلا احمد شباك، بعد كده اعمل حرف الاي كابيتال، تمام، بعد كده اعمل واكتب 1 2 3. تمام، ممكن اجي اعمل تاني واكتب حرف الاي سمول. تمام، بعد ما عملت الخيارات دي كلها، عايز بقى اعمل تطبيق او احفظ البيانات اللي انا كتبتها. مجرد ان انا هضغط على ابلاي، فهو كده هيبدأ يقول لي تم حفظ البيانات. اتمنى اكون وصلت لك المعلومة بشكل سليم. لو عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل، واشوفك في فيديو جديد. سلام عليكم.